هلا وحبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله كلكم زينين باحسن الاحوال. اليوم سويت لكم اطيب كبة حمص مجروش كلش طيبة ولذيذة وشهية، وشوفوها طبعا من تجربوها وتاكلوها الطعم خرافي. هنا شوفوا القشر ايش قد خفيف والحشو مليانة. طبعا تابعوا وياي الطريقة للأخير حتى تستفادون وتنجح عندكم الوصفة. هنا عندي كوب حمص مجروش نقعته ليلة كاملة، وثاني يوم يعني تضاعف حجمه. وهنا عندي نفس الكوب اللي هذا قست بيه التمن، قست بيه الحمص المجروش. 3 قلاصات عندي، 3 أكواب من هذا نفسه. عندي تمن، أي نوع تمن عندك بكيفك برغبتك حتى لو ما الحصة. وهنا عندي بوتيتايات 2 متوسطة الحجم. وهنا هسه أروح أول شي أغسل التمن وخلي الحمص على النار والبوتيتا، وبعدين أقول لكم الخطوات الباقية. تابعوني للأخير حتى تستفادون. يا بنات، إذا وصلتي لهذا الحد من الفيديو لا تنسينا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس والضغط على كلمة الكل حتى يوصلكم كل جديد من فيديوهاتنا. أول شي يعني غسلت الحمص خليته على النار، وجيت على غسلت التمن ساعة كاملة تقريبا نقعته. هسه تنقع، شوفوا ايش قد خليت له مي، تقريبا سنتيمتر ونص خليت مي، لأن هذا للكبة يعني مثل المطبق يصير بس شوي المي أكثر. هسه جبت البوتيتايات، قشرتها وغسلتها وقطعتها شرائح خفيفة على مود تستوي ويا التمن. والحمص المجروش استوى طبعا بعد ما شفته استوى. خليته ضفته فوق البوتيتا والتمن، ضفت البهارات بس كركم وكاري وملح، وقلبتهن على مود ياخذون من طعم بعض. وبعدين اخليهن على النار يفورن. يلا يلا أنا بعد ما يشرب المي كله، يلا التمن يشرب المي كله، يلا اني انصي النار على مود هادره. هسه جبت بين ما التمن يصير، جبت اللحم المفروم بدون دهن. بدون دهن ظليت اقلب بيه حتى تغير لونه ووش الميه. يلا بهالشكل هذا صار. بعدين اجي اضيف البهارات الموجوده اللي هي الكركم والكاري والبابريكا والزماق والفلفل الاسود والكمون والكبابه والملح، واكتبها بصندوق الوصف. ضفتهم على اللحم حتى العفو. طبعا الريحه كلش طيبه وملت المطبخ. هسه جبت هنا بصلايتين حجم وسط ثرومتهن ناعم. أنا كنت أخلي لكل كيلو لحم نص كيلو بصل، والبصل حسب رغبتك. اظل اقلب بالبصل والش اسمه لحد ما يذبل. بعدين اجيب الكرفس، نص باقي كرفس تقريبا، وغسلته وثرمته ناعم وضفته على اللحم وطفيت النار رأسا. وهسه دا اذوق اذا دا اشوف البهارات والملح مضبوطه لو لا. طبعا ضقت شفت البهارات مضبوطه. هسه اطفي النار واخليها، طفيت النار واخليها على صفحه حتى تبرد الحشوه. هسه التمن كان موشي للمي مالها طبعا، وخليتها على نار هادئه ويتهدر على مود يتهدر. بس شنو البوتيتا مستويه والحمص مستوي، كل شيء مستوي. هسه هدرت 10 دقائق واطفيه النار. طفيت النار طبعا. هسه انتظرت يعني التمن يبرد، بعدين حتى اسحبه بالماكينه او بالمثرمه مال اللحم حتى العجينه تطلع ناعمه وملسه وطيبه. زين هنا باعوا يا بنات، اخلي كاسه مي يمي حتى التمن لا يتشلب بالشمشه وبهاي السوداء اللي دواسل سوداء. هسه بعد ما كملت الكميه كلها، شفت العجينه شقد ملسه وحلوه. شوفوا الحشوه شقد طعمها شكلها حلو يعني شهي. باعوا العجينة تخبل طبعا ملسة وسهلة بالتشكيل كلش. باعوا اخذ كمية على قد قبضة ايدي على مود الكوبا كلها تتساوى بحجم واحد. باعوا بهالشكل هذا يا بنات. باعوا من تاخذين قياس واحد الكوبا كلها تطلع متساوية. هسه راح اشكل كم وحدة قدامكم حتى تتعلمون طريقة اللف. اكو هواية بنات يخافون من لف الكوبا. باعوا فتحت العجينة اخلي بيها الحشوة المناسبة. بعدين شوفوا شلون ألمها لم. باعوا بهالطريقة، ودائما بللي ايدك. باعوا بهالطريقة ألمها. باعوا ما اخلي اي فراغ ولا اي فجوة. باعوا اخليها بهالطريقة، واخليها براحة ايدي على اصابع ايدي، وادوس عليها براحة ايدي اللوخ على مود الهواء يطلع، واظل اقلبها يمنى يسرى يعني فوق وتحت على مود شنو الهواء يطلع. وبهالطريقة الهاي شوفوا بهالشكل هذا الحلو طلعت الكوباية. هسه الف وحدة لخ قدامكم نفس الشكل. باعوا شوفوها نفس القياس تطلع اثنيناتهم.
هيجي هالخفية هاي أريدها يا بنات على مود لا تطلع ثخينة وعجينة وما طيبة. أخلي الكمية المناسبة اللي تخليها. وإذا تردين حشوة اقتصادية يا بنات، تقريبا 3-4 بوتياتايات، ثرميها ناعم. طبعا البوتيتا تضيع باللحم، بس كلش تنطي طعم طيب للحشوة، كلش أنا مجربة. إن شاء الله إذا تردون أسوي لكم فد يوم بحشوة البوتيتا، كلش تطلع طيبة. شوفوا أطلع الهواء، فرغ الهواء من عندها. بهالطريقة هاي ظليت أقلبها يمنى يسرى، شوفوا على مود تتساوى، شوفوا نفس القياس تقريبا. هسه أجيب أسوي 2 طولانيات حتى تتعلمون الطولانية شلون تصير. نفس الشيء أفتح العجينة، يعني أسوي هيجي مسطحة وبطن إيدي باعوها، ونفس الخفية يا بنات، وأخلي الحشوة ببطنها بس بغير طريقة ألفها. شوفوا طبعا ذيك وقعت يمكن. اي على كل هسه راح اجي افتحها بنفس الطريقة يا بنات. اخلي الحشوة بس الفها على شكل طولاني. بقى انتبهوا للاخير يا بنات. بس اهم شيء هاي الجزئية من الفيديو تنتبهون عليها زين، على مود تتعلمون شلون تلفون. باعوا بهالطريقة هاي الف الكبة الطولانية، باعوا ما اخلي اي فتحة، باعوا. والعجينة تمشي بيدك كلش سهلة ومرنة. اطلع الهواء من عندها، باعوا يا بنات. بهالطريقه اظل اضغط عليها واحركها داخل ايدي، وبعدين اقلبها على الجهه الاخ، باعوا، او على اي نعم. شوفوا بهاي الطريقه، شوفوا ايش قد طلعت حلوه، ولا تتفلش ولا يصير بيها شيء، اثنينات نفس القياس. باعوا اكمل الكميه كلها يا بنات، وبعدين ارجع لكم، وحتى لا اطول عليكم الفيديو. هسه يا بنات طبعا جعنا الكمية اللي سويتها صينية تقريبا، قليت من عندها لين كنا جواعة. فشوفوا هاي الطريقة يا بنات، شوفوا ايش قد حلوة وطيبة طلعت، كلش طيبة والله العظيم. العجينة كلش طيبة، يعني انتم جربوها بالحمص المجروش، واني هواية مسوية يا بنات بالغير كبب حلب، مسوية بالعدس، ومسوية بالبوتيتا، ومسوية بالماش، وهسه سويت بالحمص المجروش. ان شاء الله غير مرة اسوي لكم بغير شيء فكرة أخرى. هسه يا بنات كملت الكمية هاي كلها. طبعا هاي الكمية نفسها بقدها أختي أخذتها بالعافية عليها لأن تحب الكوبا مالتي. هسه بقت هاي راح أروح أفرزها. بعد ما أفرزها يا بنات أطلعها من المجمدة وأخليها بأكياس على قد 3 استعمالات تقريبا، خاصة إذا جاج خطار، يعني الكمية كلش تناسب، خاصة إذا سويتي وياها فينجر وسويتي وياها باذنجان وشغلات هاي النواشف الطيبة. شوفوا هسه جمدت، راح أعبيهن بالأكياس زين يا بنات. كلش يعني هاي الطريقة طيبة، وجربوها ولا تنسونا يا بنات بتعليقاتكم الحلوة وبلايكاتكم الحلوة لين تعلي من مستوى القناة. وإن شاء الله سهمكم العافية. إلى اللقاء في فيديو جديد.